مش طلع ورق الفويل ليه استخدامات تانية غير اللي احنا نعرفها؟ تعالوا نشوف الأفكار الجامدة. أول فكرة، لو المقص عندك أصبح غير حاد تقدري تقصي بيه ورق الألمونيوم كذا مرة هيصبح حاد. الفكرة التانية، هنكور ورق الألمونيوم ونفرك بيه الأسطح، لأن مادة الفويل المعدنية والاحتكاك بيزيل أي صدأ وأي أوساخ صلبة. أما الفكرة التالتة، لو ظهر صدأ على المطرقة مش هنحتاج لأي أدوات معقدة، مجرد بس هتفركي مكان الصدأ بورق الألمونيوم. الفكرة رقم 4، لو المجوهرات عندك صدت هتجيبي شريط دواء فاضي عندك وتزيلي ورق الألمونيوم منه وتحطيه في وعاء وتحطي ملح ومعجون أسنان وهنصب مية دافية، وهتبقى المجوهرات هتلاقيها تلمع كأنها لسه جديدة. الفكرة رقم 5، لو إشارة الواي فاي عندك ضعيفة تقدري تحطي ورق الألمونيوم تحت الراوتر وكمان تحطيه بثلاث جهات من حول الراوتر، هتتحسن شبكة الإنترنت فورا. أما الفكرة رقم 6، فلو الحجارة فضيت عندك هتقدري تجيبي ورق الألمونيوم وتحطيه كحشو في الفراغ مكان الحجارة. الفكرة بقى رقم 7، هيقص أنبوبة صغيرة ويعمل كورة صغيرة من الفويل ويحطها جوه الأنبوبة بحيث تتحرك بحرية، ويعمل عصايتين من الفويل ويحطهم بداخل الأنبوبة من الطرفين. وبكده عملنا جهاز بسيط لإزالة الكهرباء الساكنة أو الشحنات. أما الحيلة رقم 8، لو انتي ما عندكيش قمع تقدري تصنعي من ورق الفويل شكل مخروط وبكده عملنا قمع. أما الحيلة الأخيرة والحيلة التاسعة، لمنع دخول الحشرات في الرز نعمل كرات صغيرة من ورق الفويل وتحطيها في الرز وبكده حميتيه من الحشرات. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشير عشان غيرك يستفيد، ولو بيعجبك النوع ده من المحتوى يسعدني انك تتابعني.